أسامة بن لادن أول ما نصحت رسولا إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا تبغي مدفع والشاش نعم فأبشر، أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة، أي نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. ويسجلون على الناس بأنهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيهم: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، هم خير من بيني وبينهم، ببعضها ينصرون دين الله. أنتم تنصرون أهواءكم، أنتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في أمريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون أن الناس مثلكم، يظنون أن الناس مثلكم، أنهم دمويون سفاكون للدماء. لا لا، نحن أول من أنكر عليه من فضل ربي، أننا أول من أنكر عليه. وتأتي الرسائل من الأردن: فلان ما هو كما قلت يا أبا عبد الرحمن، ومن الكويت معاتبة. نعم، ولكننا إذا ابتلعنا بأمر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون أحدا ثبت على السنة باليمن بالتحذير من جماعة الفساد؟ لا نعلم أحدا. أنتم تعلمون أحدا فقولوا يا إخوان. أهل السنة في اليمن منذ أراد أسامة أن يشغلها نارا، نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا الأشرطة في التحذير منه، وماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والفضل في هذا